بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا حبايبي. كل سنة وانتم طيبين. روايح دخول شهر رمضان الكريم علينا. فانا كان نفسي في الكنافة انا والاولاد، فقلت ايه ما بديهاش بقى، قومي يا بنتي اعملي صينية الكنافة دي، حلوة قوي وبتنفع في السهرة كده وبتبقى جميلة وطعمها حلو وخفيفة وبسيطة. وانا ما بكترش فيها المكونات بتاعتها قوي عشان تبقى بسيطة، عشان نقدر ناكلها عشان معدتنا يعني. معانا دلوقتي نص كيلو من الكنافة، قطعناه كويس زي ما انتوا شايفين كده. وانا كنت حطيت نصها في الصينية، وحطيت من تحت معلقتين سمنة وزعتهم كده في الصينية. السمنة انا يعني ما سيحتهاش زي ما انتوا شايفين كده. يعني انا طلعتها من التلاجة، قعدت ربع ساعة وحطيت منها، وبعدين فوق برضو حطيت معلقتين سمنة. وزعت نص الكنافة وحطيت معلقتين سمنة من تحت ومعلقتين سمنة من فوق، ومع معلقتين زيت كده او 3 معالق يديها كده، خلاها تنشف كده وتبقى حلوه معاكي، تتحمص برضو تبقى جميله. ما تنسوش تصلوا على النبي حبايبي اللي وصل معايا لغايه هنا. ومعانا السكر، لو السكر بتاعك ناعم حط زي ما انا حطيت كده. انا كانت والدتي الله يرحمها بتعملها كده وكانت بتطلع جميله جدا، وفعلا الله يرحمها ويجعلها في الجنه ونعمها يا رب. حطيت معلقتين من السكر او معلقه ونص حسب ما انت، حسب رغبتك، عايزه تطحنيه طحنيه. معانا دلوقتي حوالي نص كوباية صغيرة من المكسرات، جوز الهند وزبيب. بس هي دي المكسرات بتاعتي، عشان هي بسيطة على قد الحال زي ما بيقولوا كده يا جماعة. كل حاجة غليت، ربنا يعيننا ويقوينا يا رب. ما تنسوش لو مشتركش على قناتي في اليوتيوب يشترك، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ودعوة حلوة منكم كده لأم رحيم. ودعوة حلوة كده لأهلنا في فلسطين، ربنا يفك كربهم يا رب، ويقويهم ويعينهم على اللي هم فيه. وجميلة بس. والنص التاني زي ما انتوا شايفين كده، وزعاها كويس كده الكنافة من فوق. مش يا حبايبي؟ اهم حاجة توزعي الكنافة بتاعتك عشان متبقاش حتة عالية وحتة واطية. صلوا على النبي حبايبي. ما تنسونيش في دعوة حلوة كده منكم. وبعد كده تضغطي على الكنافة زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. ربنا يفك كربنا كلنا يا رب، ويعدي الايام ده على خير. الاسعار ولعت نار قوي يا جماعة، ربنا يسترها. وبعد كده انا جبت غطا حلة زي ما انتوا شايفين كده، وقمت ضاغطه بيها. اهم حاجه تضغطي الكنافه بتاعتك كويس. طول ما انت ضاغطه الكنافه كويس هتطلع معاك احلى، مش هتفك. معانا هنا ايه اللي هو السيرم او الشربات بتاعه الكنافه. كوبايتين سكر، و3 كوبايات ميه، ونص ليمونه تعصريها بس بعد ما الشربات بتاعتك ايه السكر يذوب. احنا دلوقتي عملنا الكنافه ايه دي بقى. الطريقه اللي انا بقول لكم عشان كده بسيطه على البوتاجاز، انا بعملها كده يا جماعه على طول دايما. اللي هي الكنافة العادية بتاعتنا دي بعملها على البوتاجاز كده. وزعت من فوق برضو بعد ما ضغطت الكنافة زي ما انتوا شايفين كده، حطيت برضو معلقتين سمنة من فوق، يعني اعتبر 6 معالق سمنة اللي حطيتهم فقط لا غير. ولو احتجت بحط مثلا معلقتين زيت ولا حاجة. زي ما انتوا شايفين كده هنقلب الكنافة بتاعتنا بعد ما عملناها على البوتاجاز اهي. وسهلة وبسيطة. ومنها انت شوف هتروحي تشتري الكنافة من بره بكام. بص قلبتها اهي، بسم الله ما شاء الله، جميلة زي ما انتوا شايفين اهي ما شاء الله. وادي الصينيه بتاعتها من تحت. وهوريكم برضو ازاي. انا هحط دلوقتي من تحت برضو زيت زي ما قلت لكم. وانا بحب الزيت ليه في الكنافه علشان بيقرمشها كده وبيبقى طعمها جميل. بقلب الزيت كله في الصينيه. اهم حاجه خدوا بالكم من الصينيه يا جماعه، عشان كانت في النص كده قبل فوق فالشربات كلها جت في الحراف. خدوا بالكم من الصينيه اللي هتعملوا فيها الكنافه عشان تطلع معاكم. بصوا الضغطه اللي انا ضغطتها للكنافه طلعت ما شاء الله ما شاء الله الكنافه كلها سوا بعضها، وحته واحده، ولا واحده اتقلبت ولا واحده فرفتت ولا اي حاجه. بسم الله ما شاء الله. بنرجع برضو على البوتاجاز زي ما انتوا شايفين كده، وايدك معاها. لو عايزه تعلي النار عليها، وايدك تبقى معاها. عايزه توطي النار وطيها. دلوقتي الشربات بتاعتنا اللي قلتلكوا عليها واحده واحده كده بتحطيها على الكنافه. انا دلوقتي قلت لكم زي ما قلت لكم كوبايتين سكر مع 3 كوبايات، مع 3 من كوبايات الميه. نفس المعيار اللي عايرتي بيه السكر عايري بيه الميه. 2 سكر و3 ميه مع نص ليمونه تعصريها بس في الاخر كده، عشان الايه السرام بقى يبتدي يتعمل معاكم زي ما انتوا كده. انا ولا بحبه تقيل قوي ولا خفيف قوي زي ما انتوا شايفين كده. وهو طبعا بارد حطيته على الكنافه زي ما انتوا شايفين كده الكنافه.